أنا أجريت عملية لمريض شاب في 30 من عمره، وعملية ورم دماغي، وبفضل الله سبحانه وتعالى استطعت إزالة الورم بالكامل والمريض خرج بصحة وسلامة. ولكن أتتني النتائج نتيجة العينة أنه الورم هذا ورم دماغي سرطاني من الدرجة الرابعة. فسبحان الله تعجبت، يعني أنه فوجئت يعني بالنتيجة. فذهبت وبدأت أبحث في التاريخ المرضي، وجدت أن المريض هذا يعاني أيضا من اكتئاب. فأصبحت يعني الآن يعني عندي مثل ما يقولوا مثل القناعة أنه هناك علاقة بين الأورام وبين الصدمات النفسية أو صحة الإنسان النفسية. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغضب، لا تغضب. عندما سأله أحد الصحابة قال أوصني، قال لا تغضب. فأنا يعني نصيحتي لنفسي طبعا أولا، ثم لكل من يسمعني، أنه حقيقة لا تحمل الدنيا أكثر مما تحتمل. كثير مما نعاني منه من أمراض ومشاكل وعلل هي بسبب يعني طبعا أنا ما أزعم أنه جميع الأورام ولا جميع المشاكل اللي تصيب الإنسان سواء كانت في الدماغ أو غيره أنها بسبب الزعل، ولكن أنا يعني يقيني أنه كثير من ما يصيبنا من مشاكل وأمراض له علاقة بالمشاكل النفسية والضغوطات اللي نمر فيها في الحياة. لذلك أنا أنصح زي ما يعني سبق وأنا أخبرتكم، أنصح إنه الإنسان حقيقة يدرب نفسه، خاصة لما يكون ما زال لسه في مرحلة الشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. فيدرب نفسه على إنه يأخذ الأمور ببساطة وإنه ما يتأثر. خاصة في ناس سبحان الله، أنا من الناس هذول اللي هو حساس وما يرضى إلا بالكمال، يعني أي شيء غير الكمال يزعجه ويسبب له مشكلة نفسية يربكه. فالإنسان بعد كذا لو أصابتك طبعا مرض ولا كذا فأنت انتهيت، وما في مننا إنسان لا يعوض، كلنا نعوض. يعني إذا أنت سقطت ستجد المرضى يذهبون إلى غيرك وأهلك يذهبون إلى غيرك وانتهيت، أنت الوحيد المتضرر من هذه المشكلة. فأنا أعيد وأكرر يا أخي يا أختي، هونوا على أنفسكم. ترى ما فات من الدنيا ما كتب الله لك سبحانه وتعالى، وأقصى ما يمكن أن يحصل للإنسان في الحياة هو الموت، والموت كلنا سنذوقه. يعني ما في شيء أكثر من الموت، وقد يكون الموت بالعكس يعني راحة للإنسان وقرب من الله سبحانه وتعالى. فما باقي من الأمور في الدنيا فهي سهلة وهينة، والدنيا أصلا كلها ما تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. الإنسان دائما يتحدث مع نفسه مع داخله بهذه الكلمات حتى يرتاح، لأن الدنيا جبلت على الكدر وعلى النكد وعلى الضيق، تفرحك يوم وتحزنك أيام. هذه الدنيا، ترى الدنيا ما هي دار فرح ولا هي دار سعادة. لذلك الإنسان يهتم بصحته، يهتم بنفسه، يعني حتى يتجنب الاتصال على هاني الجهني وغير هاني الجهني، يهتم بصحته ويراعي نفسه ويراعي من حوله ويكون متسامح مع نفسه مع الناس، حتى يعني مثل ما يقولوا يريح ويرتاح. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.